إمام عاشور سيتواجد في التدريبات بعد الانتهاء من الأجازة وسيعمل على رفع المعدلات البدنية. هدف عمرو ناصر لاعب فاركو السابق في الأهلي بكأس الرابطة الموسم الماضي يرشح لجائزة بوشكاش 2025. اللاعب حامد حمدان داخل دائرة اهتمام النادي الأهلي في يناير. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رفض استئناف النادي الأهلي لإلغاء البطاقة الحمراء التي شارت للمهاجم نيتس جريديشار، وسيغيب المهاجم السلوفيني عن أول مباراتين في دور المجموعات ضد شبيقة القبائل والجيش الملكي، لكنه سيكون متاحا في الجولة الثالثة ضد يانجا أفريكانزا التنزاني. ومع ذلك فتح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف تحقيقا مع الحكم السنغالي عيسى سي الذي أدار المباراة وأشهر البطاقة الحمراء. صفقة استخدام محمود الجزار للأهلي تزال في تطور التفاوض. الاتحاد المصري لكرة القدم يعلن إجراء قرعة كأس مصر يوم السبت 15 نوفمبر. ملفات التجديد مع الكابتن سيد عبد الحفيظ بشكل كامل. الأهلي لا يمانع على الإطلاق مواجهة أهلي جدة السعودي وديا في أي توقف دولي، خصوصا إذا كانت بمقابل مادي جيد. ويؤكد أن ما يعلمه بخصوص هذا المباراة أن الاتصالات ودية بين مسؤول الناديين ولم يتواصل الطرفين لاتفاق. كل ملفات التجديد في الأهلي هتبدأ يوم السبت بقيادة سيد عبد الحفيظ، اللي هيبدأ باللاعبين الموجودين وأولهم حسين الشحات، وبعده أليو ديانج عقب عودته من المنتخب. والأهلي محدد أولوياته ولن يتأخر في الحفاظ على نجومه الأساسيين. الأهلي سيعلن قريبا عن موقفه من التجديد، وأحمد عبد القادر يرغب في الاستمرار ولا يمانع. النادي يدرس الأمر وخلال الأيام المقبلة ستتكثف المفاوضات، والإعلان الرسمي سيكون أما بالتجديد أو بتوجيه الشكر في نهاية الموسم. أسامة فيصل لم يرفض الانضمام إلى الأهلي نهائيا، قد يكون هناك مفاوضات مع البنك الأهلي لضمه، ولكن حتى في هذا اللحظة لم يتم حسم أي شيء. عمر مرموش غاب عن معسكر منتخب مصر الأيام الماضية للاحتفال بخطوبته، وسينضم اليوم للبعثة في الإمارات ولكنه خارج مباراة أوزبكستان اليوم. محرز الملكي حكم مباراة الأهلي ضد شبيبة القبائل. الانتقادات الأشد من جماهير تونس من نصيب محمد بن رمضان الذي رأت جماهير الترجي أنه لم يقدم الأداء المنتظر في خط الوسط، وظهر بعيدا تماما عن مستواه المعهود، ما جعله في نظرهم الحلقة الأضعف في خط الوسط التونسي. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.